كل سنة وانتم طيبين وانت طيب. وانت طيب وسنة يا سعيدة عليكم وانتم منورين والله، نورك. وكل الحاجات الجميلة دي. معانا طبعا على ناحية اليمين أستاذ نور من قناة واي كوميدي، معانا طبعا على ناحية الشمال عشان محدش عارف أستاذ عمر الشاطر من قناة الشاطر؟ عمر الشاطر. لا ايش الشاطر؟ من قناة عمر الشاطر. من قناة الشاطر. بنرحب بكم في حلقتنا الجميلة وفي أجواء الشتاء البارد وعلى أنغام سيمفونية البابا نويل والحصان بتاعه. سامعها في الخلفية هي رهيبة تحفة. كل سنة وانتم طيبين. انت طيب. لا 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 لا، يعني هنحاول احنا نغنيها ببقنا عشان ما نحطهاش والحلقة تتشال بقى. عاملين ايه يا شباب؟ هل انتوا مع الاحتفال بالكريسماس ام ضده؟ انا مع محمد، مش عارف الصراحه، بس الموضوع ده فكرني بالحاجات اللي بيعملها محمد صلاح للناس الرأي العام بتاع مصر اللي بيطلع كل شويه يهاجمه. مش عارف، فكرني بالموضوع ده لما كان بيحتفل. الناس بتستنى الناس بتستنى المناسبات اللي فيها الغرب، مناسبات الغرب اكتر علشان يحفلوا على محمد صلاح. اتفضل. مش ابو مكة، انت ابو باريس، ما تشرفش ان انت تبقى ابو مكة. فكرتني بالحاجه دي، فانا خفت الصراحه، خفت يعني اقول لك انا مع الناس بقى تتقلب عليا. تقول لي يا زنديق يا عدو. لا اكيد 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 مش ده اللي احنا جايين نتكلم فيه. احنا مالناش دعوه بالحاجات دي، احنا ناس جايين نسلي الاصدقاء. هو احنا دلوقتي في انهي مرحله من الدراسه؟ يعني الناس داخله على امتحانات نص السنه. صح. وداخلين على عام 2000، داخلين على عام 2023. أيوة. وخلينا نسأل سؤال كده، 2022 بالنسبة لكم كانت ايه؟ وخلينا نبدأ مع نور يقول لنا 2022 بالنسبة لكم كانت عاملة ازاي. عمر ضيفك لأول مرة، فعمر هو اللي يقول بالظبط. عمر عشان هيتكلم اكتر فهيتسف في الاخر، فاهم؟ براحتكم انتوا يا جدعان، شوفوا انتوا. لا اتفضل يا استاذ عمر، انا حابب اسمع منك اصلا. هتسيب لي المايك يعني؟ هسيب لك المايك، انا جاي بص فان عايز اسمعك. هتسيب لي الحديده معاك يا ريس، اتفضل. تمام. والله شوف يا استاذ، يعني 2022 بالنسبه لي كانت سنه، يعني ما اقدرش اقول عليها وحشه الصراحه، فاهم؟ هي مش وحشه بس هي صعبه. نصها الاولاني صعب ونصها التاني حلو، يعني عادي. لا نصها التاني عادي، بس نصها الاولاني كان صعب. ليه بقى؟ دي بقى المقدمه دي عشان بس انا تهت منك حته الليه. انا تهت. هو نصها الاولاني دخل خلاص، فنصها التاني هو اكيد ده هيبقى صعب ولا اسهل؟ لا نصها الاولاني كان صعب. احنا جبنا سنه وقسمناها نصين. اول نص قسمناه نصين ولا احنا فين؟ لا نص السنه بتاعت 2022 كان صعب بالنسبه لي. اللي هي راس كلام السنه، واضح؟ اول دخول راس السنه. لا يا انتوا تهتوا مني ولا ايه؟ بقول لكم السنه دي كلها نصها كده، فاهم؟ نصها حلو نصها وحش. تمام. انا النص الحلو الاولاني ماشي، كان ليه حلو؟ لا النص الاولاني كان صعب، كان وحش بالنسبه لي وصعب، ده كان قصدي. النص التاني كان عادي. كان ليه صعب؟ ليه بقى كان صعب؟ كان صعب ليه بقى؟ كان صعب بسبب ان انا كنت في ثانويه عامه، فاهمين وانتوا عارفين ان هذه المرحله بالنسبه لاي طالب مصري او اي معرفش اذا كان بالنسبه للطلاب اللي بره بتبقى صعبه برضه بالنسبه لهم زي طلاب مصر. عنق الزجاج. ايه بيقولوا عليها عنق الزجاجه، انا اسمع كده دايما يقول لك دي عنق زجاج. هو بس هو الصراحه كانت بالنسبه لي صعبه. ليه؟ لان انا خليتها صعبه. على اي موقع، جيب الفيلم من على اي موقع على يوسي وجيب اللقطه وجيب المشهد، وهو ده المجموع اللي عمر جايب. او يستنى الفيديو اللي هو هينزله على القناه بتاعته. عندك طريقين يعني الطريق السهل الطريق السهل والطريق الصعب. الطريق السهل تستنى الفيديو بتاعي، والطريق الصعب انك بقى تروح تتفرج على الفيلم كله عشان تعرف بس محمد سلام جاب كام، وهي دي الدرجه بتاعتي. طب دخلت كليه ايه؟ ما هو ده برضه هقوله في الفيديو بتاعي.
للاسف دي حاجات مش عارف. انت مش عاوز تحرق لنا اي حاجه. ده ايه ده؟ مش عارف يجيبوا كده مش عايز. سجل الفيديو يا عمر وهات لنا الفيديو اعرضه في الحلقه، كان اسهل يعني. كان اسهل يعني ما قول اي حاجه عشان خاطر الناس الحلوه اللي قاعده بتتفرج. انا لو احمد شوبير وبقنع مثلا مسؤول تعاقدات النادي الاهلي يقول لنا الصفقات مش هيبقى صعب كده فيها يا راجل. لا الصراحه اصل الحاجات دي احب اكتر انها تطلع في الفيديو، فاهم؟ ودي تشويق برضو يعني. انا بستغل الفيديو بتاعك عشان اشوق الناس اللي عندي. انت ناوي تنزل فيديو امتى؟ لا قريب جدا، في القريب العاجل يعني. ممكن يكون نزل اصلا قبل الحلقه تنزل. لا خالص. نعمل اعلان في الحلقه. اقول صح يا نور؟ صح ايه قلت ايه؟ لا مش بقول لك ممكن يكون الفيديو بتاعه نزل قبل ما الحلقه دي تنزل. يغفلك يقوم جاي من ممكن. فالمهم تبقى حركه حلوه. فالمهم ان السنه دي اولها كان كده، نصها كان في الاحداث دي. النص التاني بقى كان نص عادي خالص يعني. كان طبيعي. خلاص السنه قربت تخلص وبس يعني، فاهمين؟ مفيش حاجه، مفيش اي احداث فيها اكشن حصلت ما عدا الثانويه العامه وكده. حلو جدا، عظمه. اتفضل يا استاذ نور. لنا السنه بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ دي سنه انطلاقك دي بقى. دي سنه انطلاق. طب ثانيه بس، حاجه الاول، هو كله بيسالك انت عامل لنا ايه، محدش بيسالك انت عامل ايه. انت مش هتقول السنه دي كانت عامله ايه بالنسبه لك؟ في الاخر بعدكم انتوا الضيوف بعدكم. والله انا ما عنديش حاجه يعني، ما عنديش حاجه مميزه اقولها يعني، فاهم؟ اول السنه زي اخر السنه لا انت عندك نص السنه دي حصل اقوله ان انا خلصت جيش بالظبط يعني. ده خبر حلو جدا. دي احلى حاجه، دي ممكن احلى حاجه حصلت في اخر شهر من السنه. ما عنديش جيش. احمد ربنا يا ابني، احمد ربنا. السنه دي ما كانتش لذيذه عليها خالص في الكوره عامه، فاهم يعني؟ اي حاجه لها علاقه بالكوره ما كانتش لذيذه بالنسبه لي، فاهم؟ وممكن تكمل بكاس العالم. الحلقه دي لما تنزل هيبقى كاس العالم خلاص، عرفنا مين اللي كسب صحيح. تعالى نتوقع صح. يعني السنه دي انا شفت بالظبط في ايه. شفت الاهلي بيخسر الدوري ده مبدئيا، شفت مصر بتخسر افريقيا، شفت مصر ما بتصعدش كاس العالم، شفت الاهلي بيخسر افريقيا والدوري والكاس من الزمالك. ايه تاني؟ شفت بقى برشلونة بتطلع من حاجات كتيرة أوي ملهاش أي لازمة. ودي الأسباب اللي مخليني مش بحب أشجع كورة. فاهم؟ إن أنا أصلا مودي مش ناقص تقلبات وحاجات زي كده عشان تيجي كورة مدورة بيجي عليها 11 لاعب يقلبوا لي مزاجي. لا يا عم، انت هتخلي ناس كتير تهاجمك. لا عادي. أنا أصلا بتفتح، بتحب الخناقات. انا متعود عني بستفز اي حد. قعد سنه بحلقه يتخانق مع جمهور البي تي اس. اقول لك ايه، ما حدش عارف بتوع الراب مع الناس يا ابني. بتوع الراب ايوه، كل شويه ينكش في ناس ويخلي ناس. مش فاكر كانت مع مين، كانت مع غير بي تي اس واتخانقت مع بتوع الانمي. كنت قلت على الانمي كرتون ياباني وعلى اتاك اون تايتن هجوم الصعايده. اخدوا الفيديو بتاعي اللقطه دي حطوها على جروباتهم. الفيديوهات جابت ريتش بقى وقعدوا يشتموني وتعصبوا عليا واتشتمت. انا بحب ان انا مش عارف دي حاجه. انا اتهاجمت من جميع انحاء العالم. دمنهور بلدي. لا هو عمر مثير للجدل دايما وبيتعرض بيحب مش شخص مسالم كده، يحب يا ايوه، عارف المقدمات الناريه المثيره. هو يحب المقدمات الناريه دي. لا فقشطه يعني اصلا. طب احكي لنا عن تجربتك مع خناقات بي تي اس دي. يعني انتوا اتصالحتوا ولا لسه الموضوع مكمل؟ والله بص، ولا خلص عليه؟ انا لقيت ان اللي بيحصل ده هيجيب لي وجع دماغ. لقيتني حرفيا اخر الفيديو ما كانش ليه علاقه بيهم، بس الفيديو اليوتيوب حصلت حاجه كده في مش عارف ليها علاقه باللي حصل في الفيديو، عشان حطيت لقطه 3 ثواني. تخيل لقطه 3 ثواني العربيه بتخبط في الارض من فيلم 2012 كده، الفيلم اللي بتاع نهايه العالم ده.
الفيديو كله اخد ايدج ريستريكتد كله بسبب لقطه 3 ثواني. دي لعنه بقى، لعنه البي تي اس اصلا. فانا حسيت كده ان ده ذنب ارم. كارما ايزابيتش حرفيا. فلا بقيت سيرة بي تي اس اخاف منها دلوقتي، يحصل حاجه فبقيت اتجنب اي حاجه لها علاقه ببي تي اس. الفيديو كله يعني نقدر نقول ان هم انتصروا يعني مش قوي برضه، لا مش قوي. بص برضو شوف، انا عاوز اصلح صورتك مع الناس، عاوزين نبدا سنه جديده وانت مصالح كل الاطراف. انت مش لا ما عارفين انا بهزر. قول هم عارفين انا بهزر. ما احنا كلنا عارفين انت بتهزر بس مش عارف. انا بتغذى على اني اعصب الفئات المتعصبه لاي شيء من الاشياء. اي حد بقى متعصب لكوره، متعصب لانمي ما هي دي الفكره. نور هو بيحارب جمهوريه. شريحه انت بتحارب جمهوريه بالظبط. يا شريحه كبيره من بنات صف اول اعدادي بس. شوف بقى بعد اذنك، حق الرد مكفول لجميع الفئات. لو حد من جمهور بي تي اس حابب يطلع يرد معانا في البودكاست يطلع. حاسس ان انا اجريسيف شويه، صح؟ انا اسف. في شويه تكسكه في الكلام زي ما يعني ايه. طب انت بالنسبه لك يا عمر، هل شايف ان الفتره الجايه انت محتاج تعادل الناس تاني، ولا خلاص بقى محتاجين نكبر بقى بالمحتوى بتاعنا ونهدى كده ونعقل وخلاص، كفايه بقى معادله الناس؟ وصلت الحته دلوقتي، دي حته انا بفكر فيها وحته حلوه. حته بقى ان الواحد يعني يحاول كده يشوف الحاجه اللي بينزلها، يحاول برضو يحسبها شويه قبل ما ينزل فيديوهات. ما ياخدش كل حاجه فاهم بعجنه، اللي هو نواد ايدجي بقى وكل حاجه هزار وكل حاجه اخدها بضحك. لا ساعات كده ان الواحد لازم ياخد شويه تفكير قبل ما ينزل اي حاجه، فاهم؟ اصل انا كنت اليوتيوب ده واخده كهزار وضحك، واخده ما كنتش واخده كشغلانه خالص من قريب لحد من قريب. يعني لسه انا بدات ابص له كحاجه دلوقتي لازم احافظ عليها من كام شهر حرفيا، مش اكتر. فانت بقى الموضوع بالنسبه لك بقى ان انت خلاص بس ده مش معناه ان انا هدخل كل دخلة فيديو انا واد حكيم جدا واحط كتب ورايا والبس نظاره. لا عادي برضه هزر كده. انا اصلا كل اللي بعمله ده للهزار، مش اكتر. انا بتكلم عن اي حاجه انا حابب اتكلم عنها وبضيف عليها شويه من الهزار وبس، مش اكتر. ولو حصل وقلت حاجه ليها علاقه قلت حاجه فيها حكمه او ايا كان فعادي يعني. بس الهدف الاساسي اني بهزر وبقضي وقت ممتع وبس. انا جاي اقضي وقت ممتع وامشي، شكرا. ما هي دي الفكره. هو احنا لسه في مصر ما وصلناش ثقافه ان احنا بنهزر على حاجه، وحتى لو الحاجه دي بنحبها فالموضوع هزار عادي. ان احنا لو الافيه حلو اضحك، مش لازم الافيه لو مش حلو يعني لازم تيجي تشتمنا عليه. لا بالظبط. وبشوف الموضوع ده اكتر في حته الكوره. متعصبين الكوره في مصر يعني ممكن تلاقيني اكتر حاجه لحد دلوقتي ما قربتش منها متعصبين الكوره. لا اخاف جدا على روحي واخاف على سلامه دول هيهرسوك. مش هيجولك عند البيت حرفيا، هيجولك بجد عند بيضربوك حرفيا. انا بخاف بقى من حاجه زي كده. لا شكرا، متعصبين الكوره ما بقربش. حته بقى اني اترول على حاجه. لا دول بالنسبه لهم بيقدسوا هم شفت اخر حاجه حوار البنت اللي اتريقت على رونالدو حصل فيها ايه فما بالك بقى لو عملت فيديو كامل عن متعصبين الكوره او حاجه زي كده، ممكن تلاقوا رقبتي متعلقه على حاجه ولا. لا شكرا. ما دي برضه حاجه مهمه. يعني يعني والاسخف من تعصب الكوره وعامه ان انت تلاقي الشخص اللي الناس بتتعصب له هو بيدعم الناس ده يعني اظن في الفتره الاخيره بيظهر ناس يقولوا احنا عندنا ما عندناش متابعين، احنا عندنا جيوش، احنا عندنا مش عارف ايه، لو نزلوا على حد هيفلوا له الاكونت.
اللي هو انت لو عندك جيش اخره ايه يعني؟ هو ده كل بالنسبه لك الانتصار ان هو يقفل اكونت حتى؟ انا بعتبره انت ده شيء غريب الصراحه يعني، انك ان حاسه نقص الصراحه كده، اللي هو حاجه غريبه. انت في الاول في الاخر انسان، انت انسان معرض للنقد، معرض للشتيمه، تقبل ده. انت مش اله نازل، مش اله عشان الناس ما نطلعش فيك غلطه او ما تنتقد، مش ما تنتقدش فيك. من حقك طبعا انك تقول انتقدوني باحترام في الحدود، ما ننتقدكش على حاجه لها علاقه بشكلك، بس الفكره في انك لازم تتعرض للانتقاد، وخصوصا انت على النت يعني. فكل سنه وانت طيب يعني. انت مش هتعرف تجري ورا كل واحد يعني، تقول له انت انتقدتني ليه وكده. فلازم تتقبل الشيء ده. لا، هو تقبل الشيء ده ما تبقاش مؤذي يعني انك تقفل قناه حد ولا تضيع مجهود حد على اليوتيوب، او تمسح فيديو حد او مش عارف ايه عشان خاطر جاب اسمك ولا جاب لقطه ليك من فيديو ليك في البتاع ده. فانت خلاص بالنسبه لك بقى ان انا ايه، كل المجهود ده في داهيه كلها يعني. كان في محتوى كان ظهر على اليوتيوب من فتره كده، اللي هو انت بتجيب فيديوهات لناس مش يعني ايه، ناس معروفه او بيعملوا فيديوهات بترى اللي هو فيديو رياكت، فاهم؟ يعني كان في ناس اللي هم بيجيبوا فيديوهات للناس اللي بيعملوا المحتوى العبيط ده ويقعدوا يتريقوا عليهم، والناس التانيين تزعل وتتقمص فيمسحوا لهم الفيديو. فده يقول لا ده مجهودي راح، ده مش عارف ايه، لحد ما تقريبا ما بقاش حد يعمل المحتوى ده في مصر كتير او قل تقريبا، لانه واحد يجيب فيديو ويتعب عليه ويجيب مشاهدات ونبسط بيه، في الاخر واحد لا انا همسح لك كل ده. هل بما انكم انا معايا 2 من ان شاء الله هيبقوا من اتقل الاتنين اللي موجودين في مجال اليوتيوب في الفتره القادمه، هل شايفين ان اليوتيوب في مصر الفتره دي يعني كويس في حته كويسه، ماشي في مجال كويس، الخير المستقبل جاي بيه خير، ولا مجرد بس ان هو ايه تقضية واجب وتسلية وخلاص على كده؟ انا حساب المايك لنور. خلينا نبدأ برضو خلينا نبدأ من عند نور. انا كلمت كتير. لا يعني بس اشكرك يا استاذ عمر. بالنسبة للسؤال بتاعك، انا متهيألي ان هو مش حكاية حلو او وحش، هو بقى فيه كونتنت كتير عموما اكتر من الاول، اكتر من السنتين 3 اللي فاتوا. طب يعني خليني برضو اوضحك اكتر واسالك سؤال مفاجئ كده. بما اننا بنتكلم على حاله اخر السنه، فانت مين بالنسبه لك احسن يوتيوبر جه في سنه 2022؟ او من يعني كام واحد؟ بلاش نقول احسن عشان هيبقى صعب. عمر الشاطر. كنت عارف يا اسطى مش لازم بقى يا اسطى. طب خد الاحمر دي بقى حوادي ماشي. ده كده لا بس بجد والله، عشان عمر بقى يعني يعتبر من اخر 21 والسنه دي، فيعتبر من الناس الكويسه جدا اللي موجودين حاليا واللي هيكمل. مش بقول كده عشان هو معانا في الحلقه. وفي مين تاني موجود ظاهر جديد؟ مش عايزك والله، انا حاسس ان انا هسقط حد. انت عايز حد جديد ولا حد كان جامد السنه دي عامل شغل؟ ممكن يكون مش جديد. مش جديد عادي، حتى لو مش جديد. والله انا شايف ان محمود ابو اسماعيل، ودي انا هفضل اقولها في كل حته وفي اي نقاش معايا حد، محمود اسماعيل ده لازم يعني يتقدر اكتر من كده. انا شفت له السنه دي شغل والله العظيم مش ممكن. انطلق السنه دي تاني وعمل كذا محتوى وعمل كذا بودكاست، فاهم؟ بيرجع ينتشر تاني، ودي حاجه كويسه. محمود جدا. محمود اسماعيل بالنسبه لي كده بحسه اكتر واحد نوعا ما متكامل على مستوى الوطن العربي كله، من حيث كشخصيته هو، صح، ككواليتي، كافكار، ككل حاجه. بحسه اكتر واحد متكامل نوعا ما. البيك يعني حاجه كده، كريمه الكريمه اللي من فوق. لا، ومحمود ابو اسماعيل من زمان يعني، هو من زمان وهو في مجال اليوتيوب ده وفاهم وعارف. ايوه الناس بتسقط الحته دي، ان هو تقريبا من اوائل الناس اللي عملوا يعني تقريبا من 2013 2014 لا 2014 تقريبا. الناس بتسقط ده جدا، ان هو 2014 بيعمل مراجعات افلام، 2014 بيعمل كونتنت خاص بيه.
فلا انا مبسوط ان هو السنه دي بجد، هو يعني حتى بعيدا عن المحتوى الخاص بيه هو انتشر، حتى كان بيطلع في قنوات كتيره، بيعمل لقاءات كتيره، بيعمل محتوى هنا، بيعمل محتوى هنا، ما مش زي السنين اللي قبلها، فاهم؟ لا عادي، هو بيعمل محتوى على قناته ويشارك في كذا محتوى تاني على قنوات تانية. حلقاته مع محمود مهدي اللي هي بتاعت احسن فيلم كوميدي في اخر 20 سنة او احسن ايوه دور ال 16. فقلنا عمر الشاطر ومحمود ابو اسماعيل. مين تاني؟ كاس التميز طبعا ليهم هما الاتنين. وممكن نقول مين تاني يا ربي السنة دي ظهر قوي احنا بمناسبة اخر السنة بقى نعمل حفل توزيع الجوائز وتكريم اليوتيوبر، لان ده المجال بتاعنا، ومش هلاقي احسن منكم طبعا ان انتوا تدوا التقييمات دي. حبيبي يا الشرف ده. الله يخليك. انا بحاول افتكر حد يكون بقى اندر ريتد جدا بحيث يعني نديله كريدت، بس يكون اندر ريتد بجد معنى الكلمه، يعني مش اللي هو بالنسبه لنا هو لا فعلا يكون مفيش حد بيعرفه ده ممكن يعني احنا ممكن ندي عادي الجوائز عادي لناس كبيره، وفي جائزه اللي هو الشاب اللي طالع احسن موهبه شابه طالعه. اقول حد كنت شفت الشانل بتاعته من كام يوم برضو زينا كده، من خالد نبيل. طبعا انا كنت المفروض اقوله، لان يعني انا تبقى شهادتي مجروحه في خالد، لان ده يعني استنوا على خالد مثلا، والله ما يستنوا عليه شهر هو شهر كفايه، هتلاقيه ما حد في حته تانية خالص. فيديوهاته برضو النوع ده من المحتوى حرفيا مش عارف كنتش يعني الحاجه دي اكنها حاجه جديده كده لسه ما اعرفش عنها اي حاجه اتفتحت قدامي. الحاجه النوع ده من المحتوى اللي محدش عارف يسميه اسم، فاهم؟ مش هو محتوى رايق الصراحه. صراحه حلو. لا هو ليه اسم وليه وابتدى ينتشر جدا، يعني دي من الحاجات اللي تقريبا في 5 أو 6 قنوات ظهروا في اخر دي حقيقه. انا بيعملوا نفس كل فتره ومين اللي بدأ المحتوى ده في مصر؟ 90% لو انا متاكد من اللي اللي بقوله ده غالبا محمد ابو سليمان سينماتولوجي. سينماتولوجي اعتقد هو اول واحد عمل ممكن يكون في ناس عملت قبله بس ما كانش واخد شكل الفيديو اسيب بشكله الاحترافي يعني، لكن هو اول واحد يعتبر عمله بشكل حلو. ليه حلقات على فكره من 2017. سينماتولوجي من العظيمه بجد. عرفته من زجاج فزر. ايوه بالظبط الحلقات دي من يا ربي. انا اتفرجت على الفيلم، وبعد كده لما رحت اتفرجت على الريفيو انا كنتش بتفرج على الفيلم تقريبا اللي هو انا شفته من منظور تاني خالص، شفته كده من ناحيه تانية. هي دي الفكره، الحاجه انت بتشوفها بطريقه هو يعرضها لك بطريقه تانية خالص، اللي هو ايه ده من عينيا برضه. حاجه عامله زي القناه اللي بتقعد تشرح البارات بتاعت اغاني الراب دي. ايه ده يا خبر ابيض، كان يوصل كده ازاي؟ انا زكا الشبل من زكا الاسد، وانت زكا الفجل من زكا الشبت. فجل من زكا الشبت ده قوي جدا. شفت انت البانش لاين اللي حطها في اللي مش عارف ايه، وحاجات بقى حاجات ابي يوسف دي محتاجه بقى قنوات لوحدها، فاهم؟ على ما الحلقه دي تنزل في تراك نازل هيبقى ترندنج، انا واثق على ما الحلقه بتاع اللي احنا بنسجلها دي هتنزل. هو تراك باردي على التراك بتاع فليكس، عامله مهاب شادي، عامله بقى اللي هو فليكس بيتهاب مهاب شادي. شفتوه ولا لا؟ مهاب شادي وايام مهاب شادي، الفكره المضاده وحشنا مهاب شادي. اليوتيوب جولدن ايج. طبعا بس لا هو عمل كومباك كده بالكليب ده اول امبارح تقريبا او حاجه كده، اسمه 5.5. يعني حاجه حلوه جدا. ريسبكت المهاب شادي جامد جدا، ويعني محتاجينه يرجع، فاهم؟ والله يعني هو حاسس ان التيك توك لما بدأ يظهر خلاص بقى اليوتيوب اخد فوق دماغه حرفيا. في كده التيك توك كده
شد حلو قوي على اليوتيوب، مش عارف. طب تعالوا نقفل حتة اليوتيوب الاول ونخلي جوائز التيك توك في السنة دي بعد حتة اليوتيوب. يا سلام، انا عن نفسي يعني دول اللي فاكرهم دلوقتي. تمام، احنا هنا عشان برضو اللي بيسمعنا ما يتوهش، قلنا السيد عمر الشاطر في المرتبة الاولى طبعا، وقلنا محمود ابو اسماعيل تي في، وقلنا مين تاني؟ قلنا طبعا خالد نبيل عشان ده صديقي العزيز. ومين تاني؟ طب قنوات الكورة، محدش بيتابع قنوات كورة خالص يعني على مستوى كاس العالم السنة دي؟ ما يعني في تشانل جامدة اوي على سنة كاس المحتوى الكروي في مصر السنة دي. يعني الناس قناة إرزا حضرت كاس العالم، وممدوح نصر الله حضر كاس العالم وجاب 1,000,000 فيو، وكوير برضو. يعني الموضوع ده مش هيكرر تاني، وعملوا كمية فيديوهات كتيرة. انا بحب عبده البلف كشخصية يعني، بعيدا عن اي حاجة يعني. بحب الكاركتر دي، لطيفة جدا بحبها، وببقى مش مهتم بالماتش ولا بحاجة ولا فاهم اي حاجة في الكورة، بس بدخل علشان الشخصية نفسها. الكابتن عبده البلف طبعا، فده من احسن اليوتيوبر اللي انت تديلهم جوائز احسن شخصية يوتيوب، فاهم؟ بالظبط. هل في حد تاني؟ موهبة الشابة تروح لخالد نبيل صح؟ واحسن محتوى. طب مين الناس ده اللي في دماغكم حال المحتوى الكروي؟ مش عايزين تضيفوا حد صح؟ والله احنا مش مهتمين قوي. احنا مش بتوع مش مهتمين والله بيه يعني. لا بس يعني ضاع كابتن ممدوح يعني ما اشيل الحته دي عشان ما يقفش، بس ممدوح نصر الله طبعا يعني مش هشيل. كنت على وشك فالمهم بس لا، كابتن ممدوح طبعا، ومروان سري اوسخ 10 تيشيرتات يعني، كونتنت من يعني اكيد طبعا حاجه جميله. كونتنت الكوره حلو جدا، انا بحبه يعني. خلينا نخش طب على مرحلة اكتر مثلا 5 يوتيوبر وحشونا ونفسنا نشوفهم تاني ويرجعوا يعملوا فيديوهات في السنة الجديدة، وهنبقى مبسوطين قوي لو رجعوا، عشان ما نسيبش اي حاجة. انا عن نفسي اول اسم هقول عليه، وهو طبعا يعني اشهر من نار على العالم، واللي وحشنا ووحش الناس كلها، وهو ميدو شات كورة يعني. اتمنى ان هو يسمع الحلقة دي، واتمنى ان هو يعني يرجع تاني يعمل فيديوهات والله. يا ريت. ده بقى فعلا من اوائل الناس اللي عملت محتوى يعني البودكاست ده، وكان بيعمله باحترافية وبمزاج، وبعدها فتحت بقى فاهم. تعرف احمد السقا لما يطلع يتكلم على محمد هنيدي، فاهم، يقول لك محمد هنيدي ده كان ايه، كان عنق الزجاجة اللي بعدها عدت اجيال كتيرة، احنا عدينا وراه. انا كنت اقول حد مين ستريم قوي، واعتقد ان كل الناس عايزاه يرجع، مش علشان الكونتنت بس علشان هو شخصيا يعني. هشام عفيفي. هشام عفيفي يعني هشام عفيفي وجمهور الفقرة الصباحية الجميلة ومحمد خميس والناس، عشان شخص هشام عفيفي مش شرط يرجع الحاجات نفسها لتحليل وتحليل استراتيجي والفقرة الصباحية، وهو نفسه شخصيا الناس بتحبه يعني، بتحب ظهوره نفسه. هو شخص يعني جميل، شخص خفيف. ما هو دي احلى حاجه في وجهه نظري، ان الناس تعرف تخليهم يحبوك انت مهما كان انت بتقدم ايه، يحبوك انت كشخص. دي حاجه صعبه، مش اي حد يعرف يعملها. هو القبول ده طبعا يا ابني من عند ربنا، بس يعني فاهم فكره اللي هو ايه بقى، دخل في سكه اللي هو ايه، يا جماعه انا مش قادر اعمل محتوى، بلاش تجبروني ان انا اعمل محتوى، احنا مش قادرين نعمل الفقره الصباحيه الجميله، فبلاش تجبروني ان احنا نعمل الفقره واحنا مش قادرين. في نوع من انواع الاتنشن يعني، بس هشام شخصيا، لا هشام شخصيا لا شخص جميل. لا مش قصدي، هو بيعاني الفتره دي من شويه حاجات كده، اعتقد اي حد متابعه هيبقى عارفها. فربنا يقويه يعني. لو وعشان كده قلت تاني هشام عفيفي مش لازم يرجع يضحكنا، يرجع هو عادي يعني، لو يعمل فيديوهات يتكلم فيها حتى وبتاع،
نطمن عليه من الاخر. انا بقول ده مش عشان فكره صانع محتوى وبتاع الكلام ده، انا عايز نطمن عليه هو يبقى كويس يعني. فعلا يا رب يا رب يرجع، ورب السلامة لكل الناس زي ما عمر الشاطر قال لنا. في المرتبة الثالثة نحط مين من وجهة نظركم؟ مين يا عمر نفسك يرجع تاني؟ وهبة طبعا. وهبة يا اخي وهبة بعد ما السنة عدت اكتشفت ان هو كان في هو كان في الجيش برضه. شخص جميل شخص جميل وبيقدم النوع ده من الفيديوهات بطريقة جميلة ومتعوب عليها. ده بقى فعلا فاهم اللي هو ايه، انت تتفرج عليه وانت في شقة، بيروح يصور في شقة نص تشطيب وانت مبسوط. يا اخي ايه الفيديوهات الجميلة دي يا اخي. ومن الاشخاص اللي هم الوفيين لليوتيوب، تحسه كده من زمان وهو برضو أيوة. اي نعم بيغيب كتير بس مهما كان بقى اسبابه هو اسبابه الشخصيه، بس في الاخر بيرجع. اعتقد ان اسبابه ان هو مثلا كان في هندسه فمحتاج مذاكره كتير. كان لا دكتور ايوه هو الهندسه ايوه دكتور، فمحتاج اكيد محتاج مذاكره. فلا انا عمل ستوري من كام اسبوع وقال في فيديو جديد جاي، ودخلت برضو قلت له سلمت عليه وكده. شخص جميل ومستنيين الفيديو الجديد اللي هينزله، ودي من الحاجات الحلوه اهو ان شخص زي وهبه يعني احنا نتمنى قبل ما الحلقه دي تنزل يكون وهبه رجع يعني فاهم يملى الدنيا فيديوهات يملى الدنيا فيديوهات كتير. يا ريت هي يعني عامه الشله دي كلها، لا وهبه واياد الموجي وعمر الموجي واحمد نجم والناس فاهم، الشله دي كلها يعني على راسهم وهبه. ف كانت فتره كويسه يعني، الفتره اللي كانوا بيعملوا فيها فيديوهات. فتره دي ممكن نسميها جولدن ايج ولا مش عارف الصراحه، بس هي كانت فتره حلوه لليوتيوب يعني. كانت على الاقل كنت تلاقي حاجه تشوفها فاهم. اي نعم يعني حتى لو في اتفضل كم جوهد. لا اتفضل يا عيب. يا جدعان قطعوا بعض دي ده دي الحلقه فاهم، اتقطعوا بعض كانوا مع بعض. تعمل حاله توك شو كامله الارقام. توك شو فلا زي ما انت قلت الصراحه يعني مهما كان نوعيه المحتوى اللي كانت بتنزل، بس كنت فعلا بتفتح تلاقي حاجه تسلي بها يومك. في كان صح كنت تحس كان في ناس معترضه على شويه حاجات عند بعض الناس من الاسماء دي، بس هم عملوا بدليل ان هتلاقي في فكره ان الناس عارفه دايما ان مين الاسماء اللي احنا بنذكرها دي. فاهم قصدي؟ لا وكانت فتره كان في دس بقى ساعتها، كان في على اليمين فرقه وعلى الشمال فرقه، ويطلعوا يدسوا في دول ودول يطلعوا يقولوا مش عارف مين اللي بيتكلموا علينا. كان اليوتيوب ساعتها فاهم كان كويس يعني. دلوقتي الواحد بيحضر الاكل ويفتح يتفرج، عاوز يشوف حاجه يتفرج عليها ما يلاقيش حاجه يعني. انا الحاجه الوحيده برضو اللي ملاحظها ان ناس كتير عماله تطلع في قنوات ناس كتير فاهم بدون اي اسباب يعني. تلاقي هنا بيعمل حلقه مع هنا، تلاقي هنا بيعمل حلقه مع هنا، طواجن محشي وحاجات كتيره مدهننه كده. في طواجن وفي لعب، في لعبة، في محتوى لعب كتير قوي. ايه يا اخي الناس اللي بتطلع في قنوات ناس دي انتوا منورين طبعا يا جماعه، بعد انتوا منورين. ده انا اللي اتشرف بيكم. ايه راس الشرف لينا. لا بس احنا طالعين قاعدين قاعدة يعني بنحكي بس يعني، ما نقعدش نتبادل القنوات عشان نلعب وعشان نحل فوازير انت قصدك مين؟ لا انا مش قصدي حد عامه يعني، مش قصدي حد عامه فاهم، انا مش قصدي حد عامه، انا بتكلم مين اللي بيحل فوازير. انا بتكلم على المحتوى كله. ايوه. طب في حد تاني ممكن يكون مفتقدينه؟ والله انت زي ما قلت، انا نفسي الصراحه مع بعيدا بقى عن كل حاجه، نفسي ان فعلا اليوتيوب يعني يرجع شويه الناس فاهم، تديله شويه وقت وتقدره زي الاول شويه فعلا. لاني مش عارف، حاسس الناس رميته على جنب شويه وركزت على التيك توك، بس مش عارف الصراحه.
ممكن اقول اسم بس قبل ما نقفل الحكايه دي؟ اتفضل. طبعا قول واعتقد ان هو يعني هيبقى اندر ريتد وفي نفس الوقت عايزينه نرجع، او انا عايزه يرجع، ولو حد بيسمع وعارفه فهو عظيم يعني. ان شاء الله هو يسمعنا نفسه. كان في امون عثمان بيعمل حاجه اسمها يا سلام يا سلام يا سلام، احلى ريفيوهات للافلام، احلى بقى من زمان قوي دي الريفيوهات اللي هي ايه بقى، زكين ريفيوز 2014 اللي هو حاجات فيلم ثقافي دي قبل ما يبقى فيلم ثقافي، قبل ما فاهم. انا بعتبره اصدق كونتنت طلع على يوتيوب، لانه كان متصور تقريبا، مفيش حاجه اسمها مايك، مفيش حاجه اسمها كاميرا، هو في واحد طالع عايز يعمل حاجه من الاخر. كان انا فاكر لما عمل فيديو بكواليتي عاليه الناس اتضايقت. اعتقد ده من اوائل الناس اللي عملت مراجعات للافلام. من اوائل مراجعات من النوع ده، من اوائل الناس، عشان بس محدش يسمعنا يتغفل يفتكر مراجعات زي محمود مهدي مثلا لا مش هيروح يفتح وسط اهله. مش لدرجه الموضوع ده. لا هو اسمه الشانل زكين ريفيوز، وهو يعتبر كنز كده على يوتيوب مرمي كده. ف انا عارفه مش من بعيد يعني. لا انا ترو فان ليه من زمان جدا، فقلت لا لازم بقى اقول. لا الصراحه اختيار عظيم. انا مش عارف ازاي سقطته اصلا. اختيار عظيم، وناس كتير بتسقطه للاسف. وكويس انك فكرتنا بيه، ونتمنى ان هو يرجع ويعمل حلقات كتيره ويرجع بقى فاهم. هو كان عامل فيديو عودة الندلة ده، بيريفيو فيلم عودة الندلة، بس غاب تاني بعديه. صح، كانت اخر حاجه نزلها هو على فكره نفجر مفاجاه يعني للاتنين اللي ممكن يكونوا مهتمين بالحكايه. هو هيعمل ريفيو الفيلم بحبك اللي هو الفيلم النون بايناري ده بتاع تامر حسني، على بس هو مستني الفيلم ينزل. دي حاجه حصريه للبودكاست هنا صح؟ حاجه حصريه يا بقى الاخبار الجميله دي بقى فاهم. يعني احنا ما نعرفش والله، احنا يا جماعه احنا زينا زيكم بنسمع الحلقه، ما كناش نعرف الخبر ده. هو احسن حاجه احسن حاجه ان هو كان شخص كده تحسه، ما لا تقول لي بقى فاميلي فريندلي، لا هو بيطلع يتكلم معانا كأنه عامل فيديو ده هيبعته لناس صحابه ل3 صحابه. ايوه. فكنت بقى تلاقي الفيديو بقى فيه 10 شافوه خلاص، ما فيش 10 شافوه مش فارقه. لا كنت تلاقي الفيديو فيه بقى حاجات فاهم، حاجات ما ينفعش خالص مع قوانين اليوتيوب الحاليه خالص. صح ايوه، على فكره دي حاجه من الحاجات اللي يعني الزمن اللي احنا فيه ده سخيف وما بقاش فيه كونتنت بيطلع جديد، علشان كده على فكره التقييد اللي اليوتيوب بقى عمله تقييد. مش لازم تطلع تعمل نفس الحاجات اللي هو كان بيعملها، مش قصدي، بس الافكار كلها عموما يعني لو اتكلمت في كذا يقول لك لا، اتكلمت في كذا يقول لك لا، احنا عايزين على فكره عشان كده هتلاقي المحتوى كله بقى شبه بعض. في 6 قنوات بتوع كذا، 6 قنوات بتوع كذا بقى بيجوا بالدسته كده، مش ما بقاش في اللي هو في قناه واحده بتعمل حاجه مفيش حد تاني بيعملها. لا هم بقوا 6 ب6 كده. صح، الموضوع بقى لوكشه كده على بعضها. وفي ناس مشهوره جدا كانوا بره كمان، الشيء ده هو سبب ان خلاهم يبطلوا. واحد لو انتوا عارفينه فيلسي فرانك، طبعا ده من الناس اللي قوانين اليوتيوب والكلام ده خلته يكره انه يعمل فيديوهات تاني. صح، بيودي باي اتلط شويه في الحكايه دي. كان دخل في كذا مشكله. الناس اللي مناسبة الناس دي يعني برضو عندنا احنا رقابة معينة بتمنع عندنا ده. انا فاكر زمان كانت طاقت في دماغي كان انا عايز اعمل هاو تو بيزك بالعربي. يا لهوي عارفين. فتخيل انا تاني فكرة جت في دماغي على طول ان انا هتكفر على الفكرة اللي انا بصراحة، وطبعا انا مش هيجي لي قلب اعمل ده بنفس اللي هو بيعمله يعني، بس الفكرة كانت عجباني جدا. كنت شايف التشانل في 2017 قلت يلا يعني ده محتاجين حاجة بالفكرة. ازاي تعمل كده وفي مجاعات في افريقيا؟ ايوه بالظبط. انا مالي يا عم. وبعدين ده هيدخلوك في الحته دي طبعا، حته الحرام طبعا، ودي انا معاهم فيها طبعا. بنهزر يا جدعان عشان بس ما حدش هيتقبل النوع ده من المحتوى هنا طبعا. احنا بس بنتكلم كفكره عامه، مش كفكره عامه، ولكن مش بس في الجزئيه دي عشان برضه محدش يمسكها علينا.
بالظبط. بس احنا عندنا ناس بتتقبل حاجات من نوعيه مثلا ايه، سلفتي مقموصه مني ونزلت لها وقمت ضربها بالشبشب وقمت اللي هو ده في حد ذاته يعني انا حاسس ان ده كونتنت مكانه موقع تاني مش موقع يوتيوب. انا حاسس ان شاء الله في 2023 المحتوى ده هي يعني ايه، الناس بقى خلاص هتفهمه بقى، فاهم؟ خلاص بقى هيتهرس خلاص جو سلفتي وعملت مكرونه باللحمه ومش عارف ايه والتحديات والكلام ده كله. يعني هنحاول يعني ان شاء الله يعني تتنسي. بص ما اعتقدش. بص انا بالنسبه لي شايف الموضوع ازاي. الناس اللي بتشوف المحتوى ده هم اغلبيه الناس اللي بتستخدم النت، اللي هم ايه، الاطفال او الناس الكبيره، الستات الكبيره اللي هو يعني في عمر والدتي ووالدتك. فمثير الناس الكبيره دول هيكبروا وهيسيبوا التليفون، هيموتوا وهيخشوا دار مسنين او ايا كان بقى، ربنا يكرمهم بحياه حلوه، والاطفال هيعقلوا. فالكونتنت ده هو ده اللي بكلمكم عليه يا جماعه. الموضوع بتاع الفيديو رياكت ده بدا يختفي، فاهم؟ ما بقاش زي الاول. لا بس الفيديو رياكت كان بيستهدف المراهقين، فالمراهقين 2-3 وكبروا شكرا. لكن الكونتنت ده عمره ما هيخلص، لانه بيملى حته معينه، هي حته ايه، عمر المسلسلات التركي ادمت. صح. انت فكره اللت والعجن، احنا عايزين نفتح ونقعد بقى ايه، حاجه بتلت وتعجن جنبنا، مش مهم بيقولوا ايه، المهم ان في المفيش هي دي حته اللي هو احنا جايين هنا بنفتح الفيديو. ممكن افتح الفيديو اقوم اطبخ انا كست بيت يعني، او افتح الفيديو احط السماعه في ودني والسماعه التانية مش عارف بكلم مش عارف مين والحاجات دي كلها. في ناس بتبتدي تتفاعل جدا، هتلاقيها فاتحه مثلا والست اللي في الفيديو بتقول يرضيكم يا جماعه كده، طب انا هشهدكم، فتلاقي الست بقى عماله بترد عليها كده من ورا الشاشه كلها. والسنه دي بقى يظهر اللي هو الخناقات الزوجيه بقى وهم بياكلوا، فاهم؟ اللي هو الناس دي حته بقى دي حته اعتقد انتوا كده ودتنا نور في حته فلسفيه في نفس الانسان. ان الانسان تقريبا بيحب انه يتطفل، يشوف اخبار الناس عامله ايه، او مش عارف اقولها ازاي، بس دي حاجه بقى جوه الانسان، فاهم؟ دي حاجه كبيره بقى بترضيك. ايوه بترضيك جدا، زي فيديوهات الاكل برضو كده، بترضي فئه كبيره من الناس. ليه؟ مش جوع، هي مش فكره جوع، فكره ان انت حد قاعد انا قصدي على فيديوهات الاكل اللي هي الناس بتاكل ماك بانجو وحاجات جدا كده. كميات بالظبط. فهو بياكل اي حاجه بالعسل. الحاجات دي بترضي حاجه معينه عندنا، فما اعتقدش انها هتخلص. هي بس ممكن جمهورها هيقل شويه، لكن او الناس ما عادتش او ايه، او ممكن اللي يحصل اني مهما اختلفنا الشيء ده هيفضل في الانسان، بس اللي هيحصل ان الوسيله هتختلف. ان فيديوهات الاكل هتموت، بس هيبقى في حاجه بدلها هتملي نفس الفراغ، فاهم؟ ما هو دلوقتي فيديوهات الاكل الموضوع قل وبدا يطلع يعني مكانه فيديوهات الناس اللي بتروح مطاعم تجربها، فاهم؟ هو دلوقتي في حاجه ارقى شويه. لا دلوقتي هو في القمه حرفيا، دلوقتي محتوى الاكل ودلوقتي مسيطر، فلسه ما انتهاش. ال ASMR عموما الناس ما بقتش بتستخدمه علشان تنام، بقت بتتفرج عليه عادي يعني، فاهم؟ واحد صاحي وقاعد مشغل فيديو ASMR. لا دلوقتي حاجه كريبي جدا. محتوى الاكل من اقوى المحتويات تقريبا اللي بشوف عليها فيوز وتفاعل. هو عاوز اقول لك اصلا عمر هو جاي الحلقه دي، هو ما يعرفش انا مين اصلا ولا ايه المحتوى اللي بقدمه ولا اي حاجه. يلا مادام في الخير يلا. طالما هتعرف على ناس محترمه زيكم ليه لا، فاهم؟ طالما عاوزينك بقى تسمع بودكاست وتعمل محتوى بودكاست. انا لو لاحظت اخر فيديو ليا نوعا ما تحسه كان بودكاست، بس انا حولته لحاجه كده مش زي بودكاست، خليته مسلي اكتر، باني افضل احرك في الكاميرا، افضل احط ميمز، فاهمين قصدي؟ ما انا ده اللي كنت لذيذ. ان هو اصلا عملت حاجه شبه كده. لا انا ناوي اعمل حاجه زي كده تاني، خصوصا الناس عجبتها يعني. لا كمل فيها. هو نوع من
نوع من انواع التجديد ان انت برضو ايه تشارك ناس معاك الحلقة، فاهم، اراء مختلفة، ضحك مختلف، افات مختلفة، فاهم. لقيت ان في متعة برضو في انك تعمل فيديو مع ناس، ده حاجة حلوة، امتع من انك تعمله لوحدك الصراحة يعني. ما هي دي النقطة. وعادي ممكن كل كام فيديو كده تجيب حد معاك يعني نضيف، انك تقول مثلا نكتة هنا تلاقي حد ساعدك مثلا وزودها، ضاف عليها الحاجة، فبقى في ضحك اكتر، فاهم. انت ممكن مكنتش اصلا شايف ان حاجة زي كده ما يطلعش منها جوك او حاجة، تلاقي واحد قال جوك حلوة انت تكمل له كده، فاهم، في جو. على عكس لو كنت عملت لوحدي كان هيبقى ممل، وانا كنت متأكد من كده. لا، وحاجة زي موضوع الترندات دي لازم تتاخد من كذا رأي، بكذا زاوية، بكذا ضحك، فاهم. بالظبط. فانت كويس ان انت جبتها في الحلقة دي. كنت عايز اعمل واحدة على تقييم الميمز، بس مش عارف بقى اقيم الميمز. تخيل يبقى اعملها وهاتنا بقى، فاهم. يا عم عيوني، بس تخيل حلقة زي كده انت قاعد تقيم الميمز، انت شايف الفراغ وصل بيك لحد فين. ميمز ضعيف اديله 3/10. انا لقيت محتوى ممكن نتكلم فيه يعني في الجزء التاني، وهو اختلاف الاجيال والصراعات. فخلينا هنتكلم في الجزء التاني من حلقتنا النهارده، او قعدتنا النهارده، او سهرتنا النهارده زي ما بنقول عليها، بمناسبة رأس السنة، وهي اختلاف الأجيال وصراع الأفكار، والصراع الطبقي والذهني، وحرب العقول. وحرب العقول. وهل خليني أوجه سؤالي لنور، بما إنه من نفس جيلي، وعمر من جيل قبلنا. هل شايف انت كده بومر ولا انت قلت ما خلاص احنا يا جماعه في الفقره دي يعني ايه، احنا هناخد شخصيه البومر قوي يعني، لان دي شخصيات بنقابلها في مجتمعنا، فاهم. اصلا احنا بنقول ده جوكس من اول الحلقه فما حدش ياخد الكلام اللي احنا بنقوله ده بجد. احنا لسه بنعرف نهزر، لسه بنعرف نقول الافيه عادي من افيهات الاجيال الجديده دي، ما تقلقش. ايوه يا عم، بنقول طحن عادي فيصل والحاجات وروش دي الحاجات اللي انتوا بتقولوها، وروش وجامد دبابه. لا احنا ايه بقى الزمالك دي بقى احنا خلينا بقى نسأل السؤال اللي هننهي بيه الفقرة. الفقرة دي احنا بنمثل يا جماعة. وخلينا اقول لك يا نور، انت امتى اللحظة اللي اكتشفت فيها ان انت كبرت وبقيت في جيل تاني